أهلا بيكم. في أعمال فنية بنشوفها وبنتأثر بيها، وفي أعمال تانية بتتحول لجزء من ذاكرتنا كلنا وجزء من هويتنا كمان. مسلسل لن أعيش في جلباب أبي اللي اتعرض سنة 1996 هو أكيد من النوع التاني ده. في تحليلنا النهاردة هنحاول نكتشف سوا إيه هو سر خلود العمل الاستثنائي ده. وده هو السؤال المهم. إيه السر اللي يخلي عمل فني من نص التسعينات يقدر يعبر الزمن ويفضل حي ومؤثر بالشكل ده؟ طيب، الإجابة في رأيي هي مزيج عبقري من القصة والشخصيات والرسائل العميقة اللي لسه بتلمس واقعنا لحد النهاردة. وقبل ما ندخل في تفاصيل أكتر، خلينا نلقي نظرة سريعة على العقول اللي صنعت التحفة دي. كل حاجة بدأت من رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، لكن الفضل الأكبر في تحويلها لدراما من 36 حلقة يرجع للسيناريست العبقري مصطفى محرم. ولما نحط النص ده في إيد مخرج زي أحمد توفيق ونجمع معاه عمالقة زي نور الشريف وعبلة كامل، أكيد النتيجة لازم تكون خالدة. أول جزء في رحلتنا النهاردة بيركز على بطل القصة عبد الغفور البرعي، وقصته دي مثال كلاسيكي جدا لرحلة الكفاح والصعود اللي ألهمت ناس كتير. دي هي قصة الصعود الكلاسيكية، بتبدأ من تحت الصفر تماما في وكالة البلح. وقتها عبد الغفور ما كانش يملك أي حاجة غير ذكائه وإصراره، وشفنا إزاي خطوة ورا خطوة هو مش بس بيتعلم الصنعة، لأ، ده كان بيبتلعها عشان يتحول من مجرد عامل بسيط لإمبراطور في مجاله. بس القصة الحقيقية هنا مش قصة فلوس، دي قصة بناء إرث وعيلة من ولا حاجة. ودلوقتي بنوصل لقلب الدراما الحقيقي في المسلسل كله. الصراع هنا مش مجرد صراع على فلوس أو تجارة، لا خالص، هو صراع أعمق من كده بكتير، صراع الأجيال اللي بيتمثل في رمزية الجلباب. هنا بقى بيكمن جوهر الصراع كله. من ناحية عندنا عبد الغفور اللي بنى عالمه الخاص من العرق والكفاح وشايف إن ده هو الطريق الصح والوحيد. ومن ناحية تانية ابنه عبد الوهاب اللي شايف في طريق أبوه سجن مش إرث. المعركة هنا مش بس بين جيلين، دي بين رؤيتين مختلفتين تماما للحياة وللنجاح. الجملة دي بتلخص كل حاجة. يعني رحلة صعود عبد الغفور كانت الخلفية العظيمة للأحداث، لكن المحرك الحقيقي للدراما كان هو الصراع العائلي ده، التوتر اللي بين الأب اللي عايز يورث عالمه والابن اللي عايز يبني عالم تاني خاص بيه. طيب، خلينا ننتقل دلوقتي من القصة نفسها لتحليل أسباب نجاح العمل ده واستمراريته. يا ترى إيه هي العناصر اللي خلت لن أعيش في جلباب أبي عمل خالد بالشكل ده؟ بصة واحدة على التقييمات دي بتكشف لنا حاجة مهمة جدا. شوفوا العلامة الكاملة للأداء التمثيلي، وده مش مفاجأة طبعا، لكن الأهم إن كل العناصر التانية، السيناريو، الإخراج، الإيقاع، كلها قوية جدا. ده بيقول لنا إن نجاح المسلسل ما كانش صدفة أو بسبب نجم واحد بس، لا، ده كان نتيجة عمل فني متكامل ومصنوع بحرفية عالية. إذن إيه هي وصفة النجاح السحرية هنا؟ أولاً وقبل أي حاجة، الأداء اللي قدمه نور الشريف وعبلة كامل مش ممكن ينوصف غير بأنه أسطوري. لكن الممثلين العظام محتاجين نص عظيم، وهنا يجي دور السيناريو اللي حول قصة قصيرة لملحمة إنسانية. نضيف على ده موسيقى تصويرية أيقونية، والأهم من كل ده الواقعية الشديدة. المسلسل ده ما كانش مجرد دراما، ده كان مراية للمجتمع المصري. طبعا مفيش عمل فني كامل وما فيهوش أي انتقادات، يعني البعض حس إن الإيقاع كان بطيء شوية في بعض الحلقات، لكن الجدل الحقيقي اللي فضل مستمر لسنين طويلة كان حوالين نهاية شخصية عبد الوهاب. يا ترى النهاية المأساوية دي كانت ضرورية للدراما ولا كانت قاسية قوي زيادة عن اللزوم؟ ده سؤال لغاية النهاردة بيثير نقاش كبير بين كل اللي بيحبوا المسلسل. ويمكن دي هي أقوى رسالة في العمل كله، وأكتر رسالة خالدة فيه. بعد كل الصعود ده وكل الثروة دي، عبد الغفور بيكتشف والعيلة كلها بتكتشف معاه إن الفلوس والماديات مش بتشتري راحة البال ولا بتضمن وحدة الأسرة واحترام الأبناء. يبقى إيه اللي بيفضل معانا بعد ما القصة بتخلص؟ مش مجرد حكاية عن الغنى والفقر، لأ، ده تأمل عميق في معنى النجاح الحقيقي وفي الفجوة الطبيعية اللي بين الأجيال. المسلسل ده بيركز قوي على دور الأم المحوري كصمام أمان للعيلة، وبيقدم دراسة ذكية في إزاي الصعود الطبقي بيغير كل حاجة. الطبقات دي من المعاني هي اللي بتخليه عمل غني وخالد. وهنختم بالسؤال ده اللي المسلسل بيطرحه ولسه صداه بيرن في ودنا لغاية النهاردة: هل اللي بيسيبوه لنا أهلنا هو أساس نبني عليه ولا هو قيد بيمنعنا من إننا نحقق ذاتنا؟ سؤال بيفضل مفتوح للنقاش، ويمكن ده هو سر خلود لن أعيش في جلباب أبي.